السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في البث المباشر من الملعب البلدي بالقنيطرة الذي يحتضن قمة كروية ديربي الرباط بين الفتح الرياضي وفريق الجيش الملكي. صحيح بأنه يدور بعيدا عن أسوار العاصمة نظرا للأشغال المتواصلة في جل الملاعب تحضيرا لنهائيات كأس أفريقيا. على مستوى تقنيه الفار احمد ادردور والحسن ازكا هما اللي غادي يقودوا تقنيه الفيديو خلال هذه المواجهه. الان متعلق مع غلاسكو رونجرز الاسكتلندي في الوقت اللي لقاء اياب 2-0 كذلك لفريق الجيش الملكي. يوسف عربيدي ولامين دياكيتي هما اللي سجلوا هدفي فريق الجيش الملكي. تعطت الانطلاقه ديال هذه المواجهه اخر فوز لفريق الفتح الرياضي كان في اياب موسم 2022 2023 ب 1-0. كان هدف الايرفي الايفواري ايرفي هو اللي كان سجل هدف انتصار. مدرب فريق الفتح الرياضي يسعى انه البدايه تكون جيده. المدرب السابق لصفاقسي التونسي واللي قد قدمها اشهر بيترو اتليتيكو الانغولي وكان الفرنسي. هذه فرصه محاوله من الجهه اليسرى بواسطه حمودان المراوغه ديال حمودان رفع الكره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه البحث عن الراسيه تدخل الحارس. تدخل الحارس في ملازمتين دائما الخطوره. تدخل الحارس رشيد غانمي كانت فرصه ومحاوله في الوقت للحكم المساعد رفع الرايه الان. محاولة من الجهة اليسرى أحمد حمودان اللي رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. نتابع هذا المرتد الهجومي. لاحظوا لعبات الكرة بسرعة. تمريرة في اتجاه أحمد حمودان من الجهة اليسرى. حمودان اللي تمكن أنه يرفع الكرة. حضور 6 أندية عربية أهلي المصري والترجي وبيراميدز ومولودية الجزائر والهلال السوداني بالإضافة لفريق الجيش الملكي. هذه محاولة لامين دياكيتي على مستوى الجهة اليمنى. لامين دياكيتي شغل يعمل. لامين دياكيتي غيبحث عنه ويسدد. لامين دياكيتي كيمرر دائما فرصة ومحاولة. تمرير عبد الصمد ماهر. رفعت كرة من أسامة سكحان رأسية فرصة وتدخل الحارس. تدخل الحارس كانت فرصة ومحاولة بواسطة رضا العلاوي وتدخل الحارس حمزة الحمياني في المكان المناسب. غنتابعوا من جديد هذه الفرصة. رفعت الكرة من أسامة سكحان رضا العلاوي اللي يرتقي في الوسط للعربي الناجي. اكرم النقاش محتفظ بالكره. تمريره ممتازه احمد حمودان شو يعمل احمد حمودان. هذه فرصه ومحاوله على مستوى الجهه اليسرى. كارنيرو فرصه المتابعه ديال الجوالبيه. تمريره من الانغولي كارنيرو هو الكونغولي يعني يحاول يوضع الكره بشكل جيد لكن التغطيه كانت حاضره. كره من جديد في الركنيه. نتابع من جديد هذه المحاوله في الوقت اللي تعطت الاسعافات الاوليه لانس سرغات والخطا غادي يتنفذ من طرف الحارس رشيد غانمي. لمسن مره اخرى لغانمي كيلعب الكره طويله. ارتقاء لامين دياكيتي. حمزه النوري تدخل اكرم النقاش. رابح حريمات كتضيع الكره. رابح حريمات هذه فرصه بواسطه لاعب رضا العلاوي. تسديده تدخل الحارس. دائما خطوره متواصله والهدف. هدف اول لفائده فريق الفتح الرياضي والموقع حمزه النوري. كان هناك خطا على مستوى التغطيه الدفاعيه. كتضيع الكره للعميد رابح حريمات تم استثمارها. تابعنا التدخل الممتاز ديال الحارس حمزه حمياني لكن المتابعه ديال حمزه النوري كيتمكن من وضع الكره في الشباك. وهدف اول لفائده فريق الفتح الرياضي. فرحه لجماهير الفتح الرياضي الحاضره هنا بالملعب البلدي بالقنيطره. اذا حمزه النوري كيتمكن من الوصول للمرمى في حدود الدقيقه 39 بعد ما تابعنا يعني استرجاع الكره وافتكاك الكره. رابح حريمات حاول انه يخرج الكره من المناطق الدفاعيه لكن كتضيع الكره. نتابعوا من جديد هنا حمزه النوري تنافس مع اكرم النقاش. ونهايه هذه الجوله الاولى بتقدم فريق الفتح الرياضي بهدف لا شيء. هدف حمزه النوري اللي جاء في حدود الدقيقه 39. واحده بواحده ورقه بورقه تغيير بتغيير في بدايه هذه الجوله الثانيه. امور هي بهذا الشكل بهذه الطريقه في انتظار اكيد المجهودات اللي غادي يبذلوها اللاعبين خلال هذه 45 دقيقه. اذا انطلاق الجوله الثانيه والكره في ذات فريق الفتح الرياضي. كره طويله من يحيى بن خالق الراسيه. الكره خارج ارضيه الملعب والشاط في ذات لحمزه النوري. هذه فرصه محاوله في ذات فريق الفتح الرياضي. اول لمسه لحذيفه المحسن يرفع الكره. فرصه محاوله خطيره. محاوله لفائده فريق الفتح الرياضي.
تمريره البحث على ايوب مولوع، لكن تنتظر هذه المحاوله. لاحظوا ردة فعل ديال سعيد شيبه لانه مرتد كان سريع ومحاوله خطيره. حذيفه المحساني رفع الكره، ما كانش هناك يعني وضعيه تسلل. اللاعب ايوب مولوع حاول يوصل الكره ولكن الكره خارج ارضيه الملعب. تضيع هذه الفرصه وتضيع هذه المحاوله بكاس افريقيا المقبله. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب اقل من 20 سنه. الحكم يعلن على خطا لفائده فريق الفتح الرياضي. نتابع تدخل امام اسامه سكحان. ثلاثه ديال اللاعبين اللي كيشكلوا الان الحائط وراء الكره. امين مسن، كنعرفوا اللاعب امين مسن اللي يجيد التسديدات القويه. امين مسن يسدد كره عرضيه، فرصه الهدف الثاني. قلت بان امين مسن الذي يجيد التسديدات القويه، الرد كان سريعا وامين مسن يضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق الفتح الرياضي. كره قويه عرضيه تغالط الحارس حمزه حمياني، وهدف ثاني لفائده فريق الفتح الرياضي. فرحه كبيره لجماهير الفتح الرياضي الحاضره في هذا اللقاء في هذه المباراه، وكذلك للاطار الوطني سعيد شيبه بهذا الهدف الثاني من طرف العميد امين المسن. اكرم النقاش، كارنيرو اوكيستو، محاوله تمرير تدخل للمدافع حذيفه شرط فائده فريق الجيش الملكي. ربيع حريمات افتح دراف لزين الدين الدراك. زين الدين كيلعب الكره في الجهه اليمنى عند اللاعب انس باش شنو غادي يعمل؟ كيمرر ممتازه لزين الدين الدراك على مستوى الجهه اليمنى. امكانيه التمرير، ترفعات الكره دي فرصه راسيه، هدف اول لفائده فريق الجيش الملكي. ممتازه من الجهه اليمنى. ارتقاء كان ديال امين زحزوح كيوضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق الجيش الملكي. هدف تدويب الفريق، هدف من اجل العوده في النتيجه ديال هذه المباراه. اذا فريق الجيش الملكي ينجح في الوصول لمرمى وفي شباك الحارس رشيد غانمي. 5 دقائق الاخيره كيحاول فريق فتح الرياضي انه يمتص يعني الحماس ديال اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي انه يلعبوا بكل هدوء. صمد ماهر كتعطي الكره لماهر، صباح الان مرتد هجومي. امين زحزوح كينتظر احد اللاعبين، حاول يمر على مستوى الجهه اليمنى. التغطيه كانت حاضره في الوقت اللي الحكم كيعلن خطا، وغتكون هناك بطاقه بالفعل. خطا لفائده فريق الجيش الملكي، والانذار سيكون لامين صوان. مباراة متوقفة، يعني الثلث الأخير والمنعطف والمنعرج الأخير من الدوري الاحترافي. تنافس قوي سواء على مستوى المقدمة وكذلك على مستوى أسفل الترتيب. فتح الرياضي الجولة المقبلة غادي يرحل بمواجهة فريق أولمبيك أسفل. فرصة محاولة كرة يعني تم إعادة داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة جويلبية، تدخل دائما خطورة متواصلة. الحكم المساعد رفع الراية، تدخل الحارس رشيد غانمي والحكم المساعد رفع الراية. كان فرصة ومحاولة، كانت المتابعة ديال فتح دراف في الكرة الأخيرة. نتابعوا من جديد هذه المحاولة. زين الدين الدراك رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. افتح دراف حاول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء في الوقت اللي الحكم المساعد رفع الرايه. المباراه المقبله والجوله المقبله جوله 22 غادي يرحل لمواجهه فريق اولمبيك اسفي. هناك بطاقه، تدخل طرف اللاعب زكريا جغلال. الحكم كيطلب من اللاعبين بان يكون هناك هدوء. سقوط معاد بحسين، سلامات لكل اللاعبين خصوصا من المباراه، يعني غدا يعني فروح رياضيه كبيره بين اللاعبين ديال الفريقين. اذا الحكم سيتابع الصوره، الحكم سيتابع الصوره وسيتابع التدخل ديال زكريا جغلال امام معاد بحسين. هل تتطلب ورقه حمراء؟ هل تتطلب طرد؟ هذا هو اللي غادي يمشي يشوفوا الان الحكم ديال المباراه بعد التدخل ديال زكريا جغلال امام معاد بحسين في الكره الاخيره. نتابع الصورة ونتابع اللقطة. الحكم عز الدين بولفيد
كان في تواصل مع احمد ادردور والحسن ازقاو على مستوى تقنيات الفيديو. تدخل اول لتقنيه الفار. الحكم بعد متابعه الصوره كينادي على زكريا جغلال، كيتم الغاء ايضا ورقه حمراء. اذا بطاقه حمراء والطرد، طرد لزكريا جغلال. كره الرياضيه كيتقبل الطرد ويغادر. زكريا جغلال من اللاعبين القادمين بقوه، لكن لاحظوا كيطلب الاعتذار. هذه كره القدم، كان احيانا اللاعب يعني لاحظنا انه بحاول يمشي الكره، ولكن معاذ بحسين مشى بالوجه ديالو. كان ارتطام قوي، لكن عرفوا الاصطدام كيكون صعب بشيء ما، لكن كما تابعنا بكل روح رياضيه زكريا جغلال كيتقبل طرد ويغادر. مشات كره طويله اقرب لحارس حمزه حمياني. حريمات كان هناك انطلاقه ديال انس باش على مستوى الجهه اليمنى. امين زعزوع اللي فتح هدف، لكن التغطيه حاضره طرف المدافع يحيى بن خالق. انس باش لزيد الدين الدراق لانس باش، خلى الكره اللي فتح هدف اللي فقد التوازن. تدخل حذيفه محساني كيبعد الكره. فرصه امين زعزوع بالجهه اليسرى. شنو يعمل امين زعزوع؟ دخول داخل منطقه جزاء. تدخل الحكم كان ضربه مرمى. الحكم كيعلن عن ضربه مرمى. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الجيش الملكي. امين زعزوع انطلاقه من الجهه اليسرى. غادي نتابعوا هذه الفرصه وهذه المحاوله، نتابعوا المراوغه ممتازه. دخول توغل داخل منطقه الجزاء. حاولوا اللاعبين ديال الفريق فتح الرياضي انه يهدئوا الوضع، لكن صافره تاتي. نهايه المباراه بفوز فريق الفتح الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد. هدفي حمزه النور وامين مسلي لفائده فريق الفتح الرياضي، وامين زعزوع اللي سجل لفائده فريق الجيش الملكي. الفتح الرياضي التعادل هذا او الهزيمه اكيد بالنسبه لفريق الجيش الملكي هي الرابعه هذا الموسم، اللي اصبح عنده 37 نقطه في الوقت. الانتصار اكيد غادي يخلي فريق الفتح الرياضي يرفع الرصيد ديالو. شكرا لكم على حسن المتابعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في ملخصات قادمة.